السادة الحضور، برحب بكم جميعا. كما نشكر السادة وسائل الإعلام لتغطية هذا الحدث الفلسطيني واللي هو يوم النكبة، الذكرى 71 لنكبة فلسطين. طبعا هذا المؤتمر الصحفي تنظمه الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين في دار بالتعاون مع الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية انتماء. وندعو الأستاذ محمد مشينش رئيس جمعية فدار لإلقاء البيان الصحفي الخاص بذكرى النكبة 71. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة أعضاء الصحافة الكرام الحاضرين، أهلا وسهلا بكم. بيان صحفي. يستذكر شعبنا الفلسطيني في 15 من آيار من كل عام ذكرى نكبته الأليمة على يد العصابات الصهيونية التي مارست أبشع أنواع القتل والتنكيل، وما نجم عن ذلك من اغتصاب لأرض فلسطين وتهجير لقرابة 900 ألف فلسطيني إلى خارج ديارهم ليصبحوا لاجئين تعصف بهم رياح اللجوء والبعد عن الديار. وتأتي هذه النكبة في ظروف مضطربة يشهدها العالم في ظل انحياز أمريكي كامل إلى جانب الكيان الصهيوني الذي يحتل الأرض الفلسطينية ويعيث فيها فسادا، بداية من اعترافه بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وليس انتهاء بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا كمقدمة لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة فيما بات يعرف بصفقة القرن. في هذا اليوم يطالب شعبنا الفلسطيني ومعه أحرار العالم بنزع الشرعية عما يسمى بإسرائيل بصفتها كيان غاصب محتل يمارس الإرهاب والقتل بحق الشعب الفلسطيني، وتسبب بمأساة إنسانية عمرها 71 عاما. كيان خارج إطار القانون وغير منسجم مع المنظومة الدولية، وهو ما تحاول أمريكا بإدارتها الصهيونية أن تفرضه على العالم، وأن تضع مخططا جديدا لنكبة جديدة تماما كما كانت ظروف تأسيس هذا الكيان غير الشرعي في القرن الماضي. في هذا اليوم يجدد اللاجئون الفلسطينيون العهد بالتمسك بحق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، ويدعون المجتمع الدولي بكل مؤسساته للضغط على هذا الكيان الغاصب للحق الفلسطيني منذ 71 عاما لتنفيذ القرارات الدولية التي تنص على وجوب عودة اللاجئين إلى ديارهم، كما ويدعون الدول العربية والإسلامية المضيفة للاجئين إلى تحسين الظروف المعيشية والإنسانية والاقتصادية والقانونية للاجئين الفلسطينيين، والعمل على رفع القيود المفروضة على تنقلهم وحقهم بالعيش بكرامة لحين تحقيق عودتهم إلى ديارهم. إننا نجدد المطالبة بالمحافظة على المؤسسات الدولية الشاهدة على نكبة فلسطين، وعلى رأسها الوكالة الدولية لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا، وندعو الدول المانحة لزيادة الدعم المقدم لها والإيفاء بالتزاماتها المالية لاستمرارها بتقديم الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين من خدمات إغاثية وصحية وتعليمية، وتطوير وسائلها وأدواتها وبرامجها لتشمل الحماية الجسدية والقانونية والوصول إلى كامل جغرافية اللجوء الفلسطيني. إننا اليوم مطالبون كشعب فلسطيني أن نتوحد بكل مكوناتنا ضد ما تخطط له الصهيونية العالمية وما تحاول أن تفرضه كحلول نهائية لقضية فلسطين ورسم لخريطة المنطقة ككل. وإن أفضل طريق لتحقيق ذلك هو طريق المقاومة والصمود، فهو الطريق الذي يتوحد عليه شعبنا، وهو الطريق الذي تتحقق فيه الأهداف. فها هي
المقاومة الفلسطينية الباسلة تقارع المحتل وترسم الأمل وتعيد البوصلة نحو الاتجاه الصحيح. وها هي مسيرات العودة الكبرى تخط تاريخنا في سفر النضال الفلسطيني وترسم طريق العودة للديار. فلسطين وعاصمتها القدس الشريف كانت وستبقى لشعبنا الفلسطيني. تحية، ألف تحية للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى والعودة للاجئين. الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين في دار في 10 من رمضان 1440 هجري 15 آيار 2019 ميلادي. شكرا لكم. نشكر الأستاذ محمد مشينش على إدلائه بالبيان، ونطلب من الأستاذ إبراهيم العلي منسق حملة انتماء بالتعريف بالحملة ولو لبضع دقائق. شكرا لك. السادة في وسائل الإعلام المحترمون، حياكم الله جميعا. بداية نعرف الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية انتماء. هذه الحملة الشعبية التي ترعاها مؤسسات ولجان فلسطينية بمختلف تخصصاتها للعام 10 على التوالي من أجل تعزيز الشعور الوطني، وهي حالة رمزية تحمل في طياتها معاني الشعور بالمسؤولية تجاه قضيتها، وترفع شعار الانتماء للأرض الفلسطينية، وتؤكد على حقنا الثابت بالعودة، والتي تمثل القناعة الشعبية بحتميتها أولى خطواتها. أهداف هذه الحملة: تعزيز الشعور الوطني في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم داخل وخارج فلسطين، تفعيل الدور الشعبي الفلسطيني وإبراز تمسكه بحقوقه التاريخية وعلى رأسها حق العودة، إنعاش الذاكرة الجمعية الفلسطينية والحفاظ على الهوية. في سبيل إنجاح هذه الأهداف أو تحقيق هذه الأهداف اتخذت الحملة عدة وسائل، منها رفع العلم الفلسطيني طوال شهر أيار مايو، ارتداء اللباس التراثي الفلسطيني وكل ما يرمز لفلسطين مثل الكوفية والوشاح الفلسطيني، نشر الملصقات والمواد الدعائية والتراثية الفلسطينية في الأماكن العامة، كتابة المقالات والتقارير الصحفية ونشرها في الوسائل الإعلامية، إطلاق صفحات إلكترونية لنشر الفكرة على الإنترنت، تنظيم الحملات الإعلامية والثقافية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، والمشاركة في مسيرات واعتصامات في ذكرى النكبة. نحن في تركيا كحملة انتماء، كتنسيقية لحملة انتماء في تركيا، قمنا بالعديد من الأنشطة والحملات. أهمها الحملة التي وجهت إلى أبناء الشعب الفلسطيني الموجود في تركيا بكل أعماره المتفاوتة، الصغار، الكبار، الشباب، للتعبير عن انتمائهم لفلسطين من خلال التسجيل بالصوت والصورة رسالة مفادها أننا لن نرضى بديلا عن ديارنا، عن قرانا، عن مدننا في فلسطين، وأن فلسطين تجمعنا والعودة موعدنا، وأن الرسالة الأهم الواجب على الكيان الصهيوني أن يعيها بأن الكبار صحيح أنهم يموتون، إلا أنهم يورثون حب الوطن وحب فلسطين والانتماء إلى تلك الأرض المباركة. والصغار يقولون دائما أن إذا مات كبارنا فنحن لن ننسى أن لنا هناك ديار ولنا حق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتبقى فلسطين تجمعنا والعودة موعدنا. نشكر الأستاذ إبراهيم العلي على هذا البيان الطيب، ونشكر وسائل الإعلام على تغطيتها لهذا البيان والمؤتمر الصحفي.